من اشهر مطاعم الفرايد تشيكن في مصر لمشروع ما حدش يعرف عنه حاجه. احنا شفت توايس، ودي معلومه مظبوطه وحدوته صغيره. في 2016 مشروع بدأ من الصفر وكان من الأوائل في مجاله، وعمل ضجة في وقتها مش طبيعية، وكانت كل الناس بتحبه جدا، وجودته كانت ممتازة وانتشر بسرعة البرق، وفضل مكسر الدنيا تقريبا سنتين. لكن المشكلة الحقيقية بدأت لما بدأ يظهر منافسين كتير ليه. هنا بدأ يظهر ضعف المشروع الكبير، مطورش التسويق وما كانش عنده خطة واضحة على السوشيال ميديا ولا حتى طرق جذب جديدة، وما عملش USB مختلفة عن باقي المنافسين، فبالتالي الناس ما قدرتش تفرق بينه وبين اي منافس تاني، وكمان ما واكبش اي تغيير بيحصل. المنافسين هنا بدأوا ان هم يطوروا من نفسهم، يبتكروا عروض جديدة ومنتجات جديدة، وفي نفس الوقت يخلوا التصوير بتاعهم مور اتراكتيف، وهو فضل زي ما هو شغال بنفس الطريقة اللي بدأ بيها، وبالتالي المشروع بدأ يفقد عملائه واحدة واحدة، والناس راحت للمنافسين اللي استغلوا التسويق صح وقدموا حاجات جديدة، واللي كان أول ما ظهر مكسر الدنيا بقى مجرد اسم في السوق. والحاجة اللي لازم نعرفها إن البداية القوية لوحدها مش كفاية، لازم تسوق لنفسك بشكل مستمر وتحاول تميز نفسك وتواكب السوق. ولو استهونت من الماركتينج حتى لو كان عندك أفضل منتج في السوق، فالأكيد إنك هتفشل. ودي كانت معلومة مظبوطة وحدوتة صغيرة. لو عرفت اسم البراند ده ما تنساش تكتب لنا تحت في الكومنت.